السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه يا امارات؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله يا رب. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. والنهارده بقى ايه هنعمل؟ ايه اكل ايه؟ قومي يا ماما احنا عايزين نتغدى. يا رب هو مفيش اجازة؟ يعني هم ستات البيوت دول ما عندهمش اجازة؟ يعني قلت انا زهقت، قلت لهم اعتبروني موظفة، ادوني يوم اجازة. مفيش اجازة. المهم ايه يا قلبي، رحت قلنا بقى ايه، قلت لهم خلاص تاكلوا ايه؟ قالوا لي عايزين فته وملوخيه. طيب حاضر. قمت كده سميت الله ورحت عامله ايه، مطلعه ايه كام حته لحمه كده من التلاجة من الفريزر، ورحت ايه سلقه اللحمه. تمام. اللحمه اهي سلقتها علشان ايه اعمل الملوخيه والفته منها. والملوخيه معانا هي قلبي، غسلتها قرطفتها وغسلتها وزي الفل اهي، وصفيتها من الميه. تمام. الثوم اهو، الثوم ده هعمل منه ايه الملوخيه والفته، الصلصه بتاعت الفته. تمام يا قلبي. تمام يا قلبي. وادي الرز يا قمر، ادي الرز. هنعمل رز ابيض. تمام. ادي الرز اهو، هنعمل رز ابيض جنب الفته. حلو كده، حلو كده. ومحمصين ايه رغيفين ثلاثه كده في الفرن، هنعمل منه الفته. بصي يا قلبي، دي الصلصه القوطه بتاعت الصلصه بتاعت الفته. انا ايه عصرتها. بصي لما تيجي تفرمي القوطه في الكبه او في الخلاط ما تحطيش ميه كتير. ليه؟ علشان تتسبك معاكي بسرعه. تمام. يلا يا قلبي بقى كده ايه بينا على البوتاجاز. قلبي عملنا الملوخيه في الكبه، بص جميله ازاي، كانك عاملاها بالمخرطه. تمام. والحله هنحط فيها ايه اللي هنعمل فيها الملوخيه؟ هنحط فيها معلقتين سمنه، معلقتين سمنه يا قمر. تمام تمام. بسم الله. تحط ايه بقى انت في السمنه دي؟ اقول لك يا عمر، يعني بس حته كده عشان ده ايه زادت. اهو يا قمر، بصي عملنا الملوخيه اهي في الكبه. بصي والله كانك عاملاها بالمخرطه، جميله اهي. تمام يا قلبي. والحله دي اللي هنعمل فيها الملوخيه. بصي انا جايبه حزمتين صغيرين ب5 جنيه. الملوخيه اليومين دول سعرها جميل قوي، مش غاليه. الحله اهي حطينا فيها ايه، حطينا فيها معلقتين سمنه. تمام. على النار بقى كده يا قلبي. وهننزل بالنص التوم، نص التوم اللي احنا عاملينه للملوخيه. تمام يا قمر اهو. نيجي بقى كده برضو حط شويه الكزبره. الكزبره دي في الملوخيه اساسي، الملوخيه والصلصه بتاعت الفته. حبه كده حلوين. وايه كمان يا قمر؟ هتحطي 2 قالب ماجي عليهم كده في ايدك، افركيهم يعني وهم في الكيس بتاعهم. بصي وانزلي بيهم كده. حلو حلو يا قمر اهو. ايدك بقى كده فيها وهتغمقي منك. اهو ايدك بقى في الثوم ايه والماجي والكزبره. بصي هتطلع معاكي ريحه ما شاء الله جميله والله. جربيها كده وان شاء الله تعجبك. اهو يا قمر، بصي قبل ما تحمري كده ها، يعني تكون خلاص داخله كده هتاخد لون قربت، يعني تكون ايه بصي نص تحميره. تروح نازله عليها ايه يا قمر؟ بالشوربه القمر. ما تكتريش الشوربه عشان ما تعمليش الملوخيه وتطلع الشوربه كتير وتبقى خفيفه وصايصه منك. لا، هي لو عايزه شوربه بعد كده حطي لها شويه يعني، لكن تكتري الشوربه وتحطي الملوخيه مش هتعرفي تظبطيها ولا تصلحيها خلاص كده. تمام. هي ايه عايزه مثلا شويه ولقيتيها تخينه هتعرفي تحطي لها شويه كمان وتظبطيها. انما لو حطيتي شوربه كتير ونزلت بالملوخيه خلاص كده شكرا. مش هتجيبي بقى ملوخيه بقى منين دلوقتي وتعملي وتفرمي وتعملي
وتزوديها عشان تظبطيها، خلاص كده مش هتنفع. فانت ايه دايما لما تعملي يا حبيبتي ملوخيه تروحي ايه حاطه الشوربه يا دوب على قديها بقى. تبقي انت بقى كده ايه ايدك كده دي معيار، عارفه احط قد ايه شوربه مثلا لنص كيلو الملوخيه ده، احط قد ايه شوربه للكيلو، فهماني على حسب بقى ما انت ايه عامله. لكن تحطي شوربه كتير وتروحي حاطه الملوخيه اقل من الشوربه، لا هتبقى معاكي بقى خفيفه كده ومش هتبقى خلاص كده باظت. لكن انا احط شوربه قليله والملوخيه تكون اكتر، عايزه شوربه احط لها واظبطها. تمام يا قمر. هتغلي بقى كده معانا والصلصه ايه تتسبك اهي قمر معانا. تمام. وايه عقبال بقى ما الصلصه كده تتسبك والشوربه اهي غاليه اهي، هننزل ايه بقى، هننزل ايه على الشوربه دي، هننزل عليها بالملوخيه. دي الشوربه بتاعت الملوخيه اللي احنا حطينا فيها ايه نص التوم بتاع الملوخيه، نص الكميه بتاعتها يعني، وايه واتنين قلب ماجي وشويه كزبره. تمام تمام. وخلي بالك ما تحطلهاش ملح لان الماجي حقيقه، اوعي تحطي ملح وتحطي الماجي، لا انا احطي الماجي الاول بعد كده اظبط حقيقها. تمام. تنزلي يا قمر بقى بالملوخيه الحلوه دي على الشوربه الحلوه دي. تمام تمام. طيب انا بقى عايزه افكها بقى، افكها ازاي؟ بالراحه كده بالمعلقه يا قمر او بالكبشه كده. بصي فك بقى كده بالكبشه بالمعلقه اهو. بصي انا بعمل ايه، بصي بفكها ازاي. بحط كده ايه في الكبشه، بصي شايفه الكبشه، بحط كده في الكبشه اهو وبالمعلقه كده وبعمل كده تتفك معايا بسرعه ان شاء الله. يبقوا احسن شويه ملوخيه واحلى طبق فته يا قمر. حتى لو انت هتعمليها بثلاث حتت لحمه والله العظيم ما هبصي هتاخدي برضو منها شوربه واسمك عملتي غدوه حلوه. يعني شوفي لو انت ما عندكيش لحمه اقفي عند الجزار، لو هتشتري نص كيلو لو هتشتري ربع كيلو ما تكسفيش، قولي له اه تعالي 3 حتت وزنهم مثلا 300 جرام ماشي، ما تتحرجيش اللي عندك وعلى على قد ايدك اعملي بيه، اعملي بيه يا حبيبتي ومشي حالك. اديكي شايفه الدنيا والاسعار عامله ازاي يا حبيبتي. تمام يا قمر تمام يا قمر. بصي بقى بصي يا تخينه معايا ايه، بصي بصي تخينه انا هحط لها بقى شويه ايه شويه شوربه. شفت بقى ان انا مش بزود لها الشوربه علشان بخاف تبقى خفيفه مني وتبوظ. تمام يا قمر تمام يا قمر. كل لما ايه تروبي فيها كده بصي كل ما تعمليها تفكيها تلاقيها تخنت معاكي اهو، ايدك ما تسيبهاش قبل ما تغلي وتخشي في سواها تكوني ايه. بصي هحط شويه شوربه كمان عشان تخينه. بصي بقى ان انا قاعده اظبطها في ايدي اهو، احط الملوخيه واظبط الشوربه في ايدي، لكن احط الشوربه كتير وبعدين انزل بالملوخيه لا تبوظ مني. تمام يا قمر تبقى خفيفه خلاص باظت. لكن انا كده اه شايفاها تخينه قوي حبه بحبه كده لحد ما تظبط معايا. تمام. انا كل ده بقول على الناس حبايبي لاخواتي الامارات اللي مش بيعرفوا ايه يعني يظبطوا ايدهم في الملوخيه، ما بيعرفوش ان هما دايما بتطلع معاهم خفيفه صايصه. تمام يا قمر. انا عارفه طبعا ان انتوا ما شاء الله عليكم شاطرين، انتوا امارات بتوع البيوت العمران، مش احنا ايه القناه بتاعتنا ايه البيت العمران. دايما عمران بيحسوكوا يا حبيبتي يا رب، عمران بالستر وعمران بولادكم وبجوازكم يا حبيبتي يا رب. خلاص يا قلبي كده عملنا الغدا بتاعنا، عملنا الملوخيه يا قلبي هنفضيها في الطاجن وهتشها بالطشه التوم الحلوه قدامك الوقت. تمام يا قمر تمام يا قمر. وعملنا طبق الفته القمر ده، شايفه الفته شايفه ما شاء الله جميله ازاي. بصي الرز ما شاء الله بصي بيلمع كده وما شاء الله مفيش واحده لازقه في التانيه، حاجه كده ما شاء الله. انا طبعا ايه عملت على قد ما انا هاكل فحمرت ايه حتتين لحمه بس كده على قد ما هاكل دلوقتي، لكن انا مش هحمر اللحمه كلها. اللحمه كلها فين؟ اللحمه كلها هنا. بصي اللحمه بالشوربه اهي انا اخدت منها على قد ما ايه يا قمر على قد ما هاكل. تمام يا قمر تمام يا قمر. هعمل ايه يا قمر؟ هتش دلوقتي بصي سامعه سامعه الملوخيه ده، سامعه الطشه دي؟ بصي بصي الجمال والله مش قادره اقول لك والله الريحه
بسم الله ما شاء الله. الريحة جميلة. بصي شايفة، انا بس مشكلة عندي في الكاميرا بتاعت الفيديو. شايفة يا قمر؟ شايفة الملوخية؟ بصي شايفة جمالها؟ شايفاها؟ وادي الفتة يا قمر. بصي العيش بقى، عشان كده بقولك ما تكتريش فيه الشوربة. بصي ما شاء الله اهو. بصي مفلفل وحاجة. الرز مفلفل والعيش برضو مفلفل اهو، ولا معجن بقى ولا الكلام ده. وعملنا الملوخيه اهي، والشوربه بتاعتنا فيها اللحمه اهي. انا عايزه بقى تشربيها، تاكلي اللحمه كده مسلوقه بشوربه تمام، بتحبيها محمره مع الفته تمام، وشويه الملوخيه القمر ده. وان شاء الله يا قلبي اشوفك في فيديو جديد، وباذن الله باذن الله مش هتنسي تجبري بخاطري وتشتركي في القناه. ما تفرحيش فيا ايه ولادي بيقولوا لي يا ماما لا مش هيشتركوا، وانتي القناه بتاعتك مش عاجباهم، اكلك مش بيعجبهم. فقال يا قلبي لو انتوا كده خلاص انا مسامحاكم، لكن لو انتوا هتجبري خاطري وفعلا الاكل بيعجبكم ان شاء الله تجربي الفته والملوخيه باذن الله هتعجبك يا قلبي. يلا يا قلبي مع السلامه، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. وبالله عليكي حلفتك بالله استحلفتك بالله ما تنسيش الاشتراك في القناه عشان تنوريني يا قمر. القناه مش هتنور الا بيكوا والله العظيم. انتوا حبايبي واخواتي وعيلتي الجديده، وانا حباكوا والله وحابه ان انا ابقى معاكوا. يلا يا قلبي مع الف سلامه، وان شاء الله يا قمر اشوفك في فيديو جديد. مع السلامه.